السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة الديكور والتدبير المنزلي مع أمال. اليوم بغيت نقدم لكم مائدة إفطار بنكهة مغربية، يعني أننا سنستعمل أواني مغربية تقليدية، علما أن الصانع المغربي التقليدي الذي أحييه من هذا المنبر يستحق كل ثناء. يعني طور في المنتوجات، أصبحت يعني نقوشات جديدة، ألوان جديدة. وهنا غتشوفوا خاصة غنستعمل فخار مدينة أسفي. غنحضروا لانو باش نزينوا منديل المائدة. غيخصني هذا السلك كيتباع عند بائع المواد الأعمال اليدوية. غيخصني أيضا باش نزوق تقدر ديروا احجار. انا خديت واحد الاشكال اللي كيكونوا في ليلاستيك ديال الشعر تاع البنيات الصغار، شريتو رخيص. اذا غادي نلويه على هاد رولو وبهذا الشكل حلزوني، وغنثبت فيه الاشكال اللي بغيت هنا على شكل ستراس. وغنركبوه في منديل المائدة. اخترت نطوي منديل المائدة على هذا الشكل، ونوضع وسط منه المغلفة اللي كانت تقليدية. يمكن تعوضوها بملعقة أو سكين وشوكة على حسب شنو اللي بغيتو نتوما. اخترت نوضع التمر في هذا الشربيل او هذا الشكل ديال الشربيل. غنوضعوه في ورق سيلوفان، وغادي نجمعوه. غنربطو بكويله صغيره حتى هي تقليديه، وغنوضعهم داخل هذا الشربيل. بالنسبة لهاد الألواح الخشبية هي رخيصة الثمن، مقطعة باللازر. كتوجد في جميع المدن المغربية. يمكن عندنا ديال نقدروا نستعملوها دي دوسو بلا، يعني نوضع فيها فوقها الصحن، نقدر نوضع فوقها الكيسان يعني لي سوفير كما بغينا. كندخلوها في الديكور بشكل كبير. هنا يمكن لينا نوضعوا تحت منها اي لون بغينا، اللون اللي بغينا غيبان لنا. بما انها مشبكه مثلا غنوضع تحت منها الذهبي، غيبان لك تحت منها الذهبي. توضعي الازرق يبان ازرق. اذا عندكم اختيار، اما تلونوها او توضعوا تحت منها يعني منديل او كرتونه بلون مغاير. وهذا هو شكل مائدة إفطار مغربية زينتها بأدوات تقليدية. كتلاحظوا بأن عندنا هنا يعني السوبيرة مع الزليف ديالها والطباصل، وضعنا الزلافة والتبصيل فوق هذيك القطعة الخشبية، وضعنا فوق منها المنديل اللي زيناه وضعنا فوق به المغرفة.
ايضا عندنا كاس ديال الشاي التقليدي. خديت هنا كؤوس الماء الملونه بما ان عندي هاد الطقم ديال الحريره فيه الوان مغايره، فاخترت الوان مغايره. وضعنا ايضا الشربيل اللي وضعنا فيه التمر. ايضا الكاس اللي درنا فيه البيض هو من الصناعه التقليديه. كنلاحظوا ايضا الكبات ديال النحاس اللي موضوع فيهم اما سلو ولا التمر ولا الشباكيه، هنا وضعت فيهم معسلات. كنتمنى هذا الديكور ينال رضاكم، ونشجعوا الصانع المغربي، والى فيديو اخر باذن الله.